عندهم غباء سياسي وغباء ديني. أحببت أن أطمئنكم أن إخوانكم في أماكن متعددة من القاهرة في اجتماعات مثلكم تماما في أماكن معروفة ومنتظرون ساعة الصفر. ساعة الصفر دي هيخرج فيها الإخوان المسلمين كلهم يدمروا كل حاجة. في مئات الآلاف مرابطين في 10 أماكن في القاهرة. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل 10، لو كل واحد من 10 فجر نفسه، هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. تحرك النهارده تحرك ايجابي بجد، اقطعوا عليه كل حاجه، كملوا، اقتلوا ظباطه، انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه، انا عايز اقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل، جوزك هيتقتل. وسختهم من سنين كانوا بيلعبوا من تحت الترابيزه، بيلعبوا مع الكل ولكل لمصلحتهم. ليست هو البرلمان الوحيد في المنطقه اللي فيه اعضاء اخوان مسلمين. ليست هذه الاشكاليه لو سمحت لي. تمني بالتوفيق لكم ولكل عائلة الجيوش الإسرائيلية، درز، عرب، مسيحي، يهودي، الكل إن شاء الله.